بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية لكم طيبة من هنا من مدينة دار السلام في تنزانيا، من الملعب الوطني في مكابة. التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 اليوم في تنزانيا. المنتخب التنزاني يستضيف المنتخب المغربي في الخط. هناك في المجموعات لو تذكرون أرسل إنذارا لجميع المنتخبات أن هناك حصانا أن تقدم المنتخبات العربية في المحافل الدولية الشيء الكثير، وأن تقارع الكبار، وأن تصل إلى أبعد نقطة، وأن تقدم نفسها بشكل جيد. وفي الجهة اليمنى هنا الكرة ملعوبة، في أول كرة ملعوبة لأي مفاجأة. الكرة ملعوبة على الجهة اليمنى، عرضية ممتازة، التقدم، لكن الخطأ. نعم ضربة الجزاء. الله على البداية، يا لها من بداية جميلة جدا، يا لها من ليلة مبشرة. يا من أمامي زيون كواو، أشرف حكيمي، أشرف يسدد بعيدة جدا من أشرف حكيمي، لكن الكرة إلى خارج الملعب. معليش يا شباب، معليش. جهة اليسرى ما زالت الكرة عند أمين حارث، يلعب الكرة العرضية، لكن يبدو أن الكرة عدت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. تحضر لإيقاف المنتخب المغربي، وتأمل أن يكون إيقاف إلى جانب إبراهيم حماد في خط الدفاع، وحاجي نوقع وحميد مكامي لاعب هذه الأيام هو مع تنزانيا في هذه المواجهة. أفريقيا هنا عادل أمروش المدرب الذي طولة ملعوبة طويلة إلى الأمام، والكرة في الأخير إلى خارج الملعب. التشتيت كان من حاج علي إلى خارج الملعب وإلى هدف. الكرة يصل إليها أمين، يؤمن عليها أمين، يمر أمين، التمريرة لرامون سايس عرضية، لكن الكرة واصلة من جديد في وسط الملعب. نايف أكرد اللاعب صاحب 27 سنة الذي سفيان مرابط، ما زالت الكرة حائرة بين الرؤوس، لكن يكسب من خلالها سايس. الخطأ على اللاعب الراس العالم بيد واحدة، لابد أن تذكر من بينهم الحال لصالح المنتخب التنزاني. تأتي الكرة لكن التغطية، برافو أمين، برافو أمين، يا سلام. الكرة مقطوعة من أمين حارث بلمسة عند رامون سايس، كرة طويلة للأمام، لكن الكرة مقطوعة واصلة من جديد. ما زالت الكرة تنزانية. الانطلاق الأوكراني خلف الكرة، يلعب الكرة القوية، لكن الكرة إلى خارج الملعب، مرت بسلام، تمر بسلام. يرسل الكرة مقطوعة، الكرة في اللقطة الماضية. الخطأ الآخر أيضا حاضر. هناك حماس كبير عند لاعبي المنتخب التنزانيين. نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ يكسب البطاقة الصفراء في اللقطة. نوفاتوس عرضية نوفاتوس سهلة هذه المرة. ليندا ياسين بونو في اللقطة الماضية. لمس من الأسماء الحاضرة في دكة البدلاء لدى المنتخب المغربي، والتي من الممكن أن يستفيد منها في هذه التصفيات. فيها 6 منتخبات. هنا الانطلاقة، لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب. نعم 6 منتخبات متواجدة في كل مجموعة. هذه المجموعة الخامسة. زياش والتقدم، زياش والعرضية، يوسف نصير بالرأس، لكن الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. حلوة الكرة، حلوة اللقطة الماضية، جميلة جدا كانت اللقطة الماضية من حكيم زياش. إذا عاد حكيم زياش إلى الجناح، إذا عاد إلى هذه الجهة، منتخب التنزاني وكذلك منتخب الكونغو وأيضا المنتخب الزامبي. وهذه الأرض أمام تونس في 2004، لكن كان الانتصار لأصحاب الأرض والانتصار لتونس في 2004 هناك. والكرة يمر من أشرف حكيمي، التغطية حاضرة، يا سلام على رجوع ممتاز، تغطية رائعة جدا كانت منها. واللمسة لصالح مؤكندا، لكن التغطية حاضرة ممتازة من الكرة الطويلة. حميد الانطلاقة تأتي من كيبو، لكن طول الكرة على نفسه، تصل سهلة عند نايف أكرد. زياش يطلب الكرة، حكيم زياش يرسل الكرة الطويلة للأمام، لكن الكرة إلى خارج الملعب بعيدة وإلى ضرب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والذي جعلهم يصلون إلى أولمبياد باريس. حكيم زياش الذي يأتي إلى عمق الملعب، حكيم بتصويبة قوية. الله يا حكيم، في أول كرة يسددها حكيم زياش يأتي بالهدف في الأول. يا سلام يا سلام قبل مضي نصف الساعة الأولى يأتي بالهدف الأول من خلال اللاعب الأميز في تشكيلة حكيم زياش. لكن حتى الآن الأمور جيدة هنا في لاعبي المنتخب المغربي. تصل الكرة من جديد عند مزراوي لكأس العالم 2010 في الملعب الكبير هناك بمراكش.
والمغربي عنده حكيم زياش، الله بالراس ذكية، والكرة والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني، لكن يبدو أنه يلغى الهدف الثاني في اللقطة الماضية. نعم يلغى الهدف الثاني في اللقطة الماضية لصالح يطالب أمين عدلي في الرياض مع اليوث هنا في المملكة العربية السعودية. هنا خطأ لصالح المنتخب المغربي. الكرات الثابتة، البطاقة الصفراء تأتي للمدافع الايسر لاعب نوفاتوس دي كيمي، ربما يتركها الى زياش. حكيم هي خطيرة، لكن الكرة عدت الى خارج الملعب والكرة الى ضربة مرمى. فضل لعب الكرة مباشرة حكيم في الدقيقة 88 من يوسف المساكني من خلال ضربة الجزاء. 3 نقاط مهمة للمنتخب للكوكو. تعادل ايضا سلبي من امام السنغال. هنا عرضية، لكن ياسين بونو بثقة كبيرة يطلب جهة اليمنى، تشتيت، يا سلام يا سلام، هي خطيرة، هي خطيرة للمنتخب، هي خطيرة للجول، لكن الكرة العرضية التي كانت من يوسف النصيري لم يوجه الكرة. خير وبركة يا حكيم، إن أتى الهدف الثاني، إن أتى الثاني يا حكيم على الجهة اليسرى، يلعب الكرة العرضية حكيم زياش، لكن الكرة على طريقة لاعبي كرة الطائرة يشتتها لاعب وحارس المرمى في اللقطة الماضية. يعلم خطورة تنزانيا، هي خطيرة للجول، لكن التصويبة والكرة مرتدة ممتاز. التغطية كانت من رومان سايس في اللقطة من جديد بلمسة خاطئة من بلال يتقدم، بلال على الجهة اليمنى لديه حكيم زياش. حكيم في هذه المواجهة من يقودون الدفة الفنية، لكن في هذه الأثناء يطلق حكم المباراة نهاية شوط المباراة الأول بهدف وحيد تقدم به حكيم زياش لصالح المنتخب المغربي مقابل لا شيء للمنتخب التنزاني في الدقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا متابعي القنوات SSC وكذلك عبر منصة شاهد، عودة اللاعب أشرف حكيمي، ضربة جزاء في بداية شوط المباراة الأول، لكن ضاعت تلك الركلة الجزاء التي صوبها سددها اللاعب الذي ظاهر على الشاشة أشرف حكيمي، كانت مع بداية شوط. للهدف الثاني حكيم زياش يتركها لأشرف حكيمي، قوية جدا، لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب، مرت بسلام على مرمى الحارس يزيون كاواو. وإذا تكلمنا عن ذلك نوفاتوس، هنا الكرة الخطورة، لكن ياسين بون تشجيع كبيرة في هذا الملعب في دار السلام هنا في تنزانيا، الملعب الوطني مكابا، الملعب الذي أنشأ في 2007. تصل من جديد الكرة في وسط الميدان، نقل الكرة على الجهة اليمنى، الانطلاقة لصالح المنتخب التنزاني والخطأ يأتي لصالح المنتخب التنزاني والبطاقة الصفراء أيضا ربما على أمل حكيم. الانطلاقة لصالح المنتخب المغربي، يا سلام يا حكيم، جميلة، هي خطيرة، هي خطيرة، هي خطيرة للجول، هي خطيرة للجول. ثاني الأهداف سجل يوسف النصيري بمساعدة المدافع التنزاني. الانطلاقة لزياش، يا سلام على المرور، الله الله يا سلام، والتصويبة ما زالت الخطورة، هي خطيرة ليوسف النصيري للثالث. حكيم كرة في لقطة، الله كانت لقطة رائعة جدا في اللقطة الماضية، لكن الكرة في الأخير يحتسب خطأ لصالح المنتخب التنزاني المغربي. الكرة ملعوبة في الخلف جهة اليسرى لصالح المزراوي، صعوبة كبيرة جدا في الوصول إلى مرمى ياسين. مثل هذه الكرات أبدا لا تمر من أمام جماهير كبيرة جدا تملأ الاستادات في عديد من الملاعب على مستوى العالم. هنا اللقطة والتدخل الذي كان بين سفيان مرابط وبين اللاعب نوفاتوس لديه بطاقة صفراء، لاعب شختار الأوكراني. شيء إلى حكيم زياش، حكيم يا سلام بنفس الطريقة، حكيم إلى أشرف، لكن التدخل هذه المرة يأتي من بكاري إلى خارج الملعب. الثاني ياسين بونو مرتاح تماما، ياسين يرسل، سوف يكون من الأسماء التي تخرج. وأمين عدلي امتاز باللقطة الماضية، تصل من جديد عند حكيم زياش، والكرة والتدخل على حكيم زياش من لاعب المنتخب التنزاني. أيضا يبدو أن حكم المباراة يحاول الفصل بين اللاعبين، محاولة تهدئة الأمور. السلام عليكم متتبعي القناة بإن ماروك، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
انتصر المنتخب الوطني المغربي على نظيره التنزاني بهدفين دون رد من توقيع المايسترو المغربي حكيم زياش للهدف الأول في الدقيقة التاسعة، والهدف الثاني سجله مدافع الخصم ضد مرمى في الشوط الثاني. وقدمت العناصر الوطنية مباراة جيدة سواء دفاعيا وهجوميا، خصوصا المايسترو المغربي حكيم زياش الذي قدم مباراة خرافية وكان رجلا للمقابلة بامتياز. على العموم المنتخب المغربي لعب اليوم بواقعية وكان له ما أراد، وهي النقاط الثلاث من دار السلام عاصمة تنزانيا. إذن هذا كل ما كان في فيديو اليوم، شكرا لكم على المتابعة، تحياتي للجميع.